عاوز يتجوز، اتقدم لناس كتير وما حصلش نصيب. كلم واحد صاحبه يشوف له عروسه، فقال له على بنت. راح شافها عجبته جدا ولقى فيها كل اللي كان بيحلم بيه، وفعلا تم الزواج بسرعه. لما اجتمع بزوجته بيكلمها لقاها مش بترد عليه، عمال يكلمها لقاها معاها قلم وكراسه وبتكتب له وبتقول له انا مش بتكلم. قال لها مكسوفه يعني؟ قالت له لا انا فعلا مش بتكلم، بوعدك هيكون افضل زوجه ليك. اتصدم، راح لامتها قال لها ازاي تخبوا عليا حاجه زي دي؟ قالت له افتكرت ابوها قال لك. راح لابوها قال له افتكرت صاحبك قال لك، دي حاجه معروفه عننا في المنطقه كلها. قعد يفكر اعمل ايه، قرر انه هيكمل مع البنت ان هي كويسه جدا ما فيهاش غير النقطه دي. استقال من وظيفته واشتغل شغل حر. بعد فتره زوجته بقت حامل، خلفت ولد، وفي يوم وهو في الشغل لقى تليفون جاي له بيقول له مراتك عملت حادثه وفي المستشفى. راح المستشفى بسرعه، دخل على زوجته لقاها بتقول له ازيك يا ابو فلان، الحادثه كانت سبب ان يرجع لها النطق والكلام، وبقى من اغنى الاغنياء لحساب وظيفته. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.